معنا الصديق العزيز الأستاذ محمد رباح، مساك الله بالخير. يا هلا فيك. سعيدين بوجودك، سعيدين بنجاحك، سعيدين بالطريق اللي أنت أخذته خاص فيك بالنسبة للديكور والأزياء والمسرح والتلفزيون، وأيضا في مجال التأليف وإبداعاتك فيها. فأول شيء أنت مميز أيضا، تخرجت من المملكة الإسبانية. كلمنا أول شيء عن هذه التجربة. تجربة حلوة أكيد، يعني كون أغامر في لغة جديدة وديرة جديدة. يمكن أقلية اللي راح إسبانيا، في عدد قليل من الكويتيين اللي راح إسبانيا، وأذكرهم يمكن أغلبهم اللي هناك. لكن شوي نوع من التحدي إني بروح ديرة شوي غريبة. عموما يعني حاب الثقافة الإسبانية أكثر شيء، ويمكن حاب شبهنا شوي. قريبة وايد، يعني فيها ملامح، فيها بعد الشخصية العربية فيها. والكلمات عندهم يعني عدد كبير من الكلمات المفردات العربية. حتى جمعاتهم، حتى عندهم يوم واحد بالأسبوع جمعة لها ترى. هذه لازم، هذا موجود عندهم. نفس غدا العائلة، نفس كذا. بالعكس، كونك باحث في التاريخ، أبي أعرف أهم وأحلى مرحلة للمهندس محمد الرباح ودك أنك ترجع لها بهالوقت. بخصوص التاريخ، يمكن أنا نهم شوي بالقراءة. عندي كتب كثير عن التاريخ. هذا الكتاب الأول يعني بعض هذا الديوانية من التاريخ والإعلام. نتكلم عن الكتاب إن شاء الله. يمكن عندي مكتبة كبيرة، فأحب القراءة في كل شيء. أحب أبحث عن المعلومة. ويا الوقت خذاني هذا الخط شوي إلى البحث التاريخي، وهم بعد حكم دراستي في إسبانيا هم خذيت شوية معلومات عن التراث هناك. خذاني هذا الخط شوي أكثر يعني. دامنا خذاك هذا الخط. الكتاب طبعا باللهجة العربية وأيضا الإسبانية. نعم. شنو الموقف اللي خلاك تكتب الديوانية من التاريخ إلى الإعلام؟ هذا الفضل يرجع حق الدكتور رافائيل غونزاليس، اللي هو الدكتور في إسبانيا. الدكتور في إسبانيا هو اللي اقترح علي الديوانية، لأن زار الكويت مرتين وقال عندكم الديوانية، هذا شيء عظيم. فشوي يمكن ندخلها في مخي أكثر، يعني إنه أوكي أنا شو شايف شيء عظيم، واكتشفت إنه صدق يعني عندنا هذا الكونسبت. على فكرة الدكتور رافائيل عنده حاط الحين ديوانية عنده يوم واحد بالأسبوع. الله. ويجمع فيها ربع بس الريايل. الله. زين، حب الكونسبت هذا ونقلع حق برا. هذا الطابع الخليجي. يعني هو حب هذا الجمع، وحب إنه يقول أسلوب يعني حوار بينكم يعني جميل. شيق وجميل. فافتكرت إن عندنا شيء كويتي ينتقل إلى الخارج. هذا أعطاني حافز شوي أبحث عن الديوانية الكويتية. بالعكس، سعيدين إن هذه يعني ثقافتنا الجميلة تنتقل في الخارج، وخصوصا بإسبانيا يعني. أكيد. من الأعمال المميزة اللي ألفتها السدرة، هذه التجربة الجميلة. وأنا حضرت المسرحية مرتين للأمانة، وجمعت كوكبة كبيرة من الفنانين وأيضا المطربين، وانعرضت على مركز الشيخ جابر الثقافي. كلمنا عن هذه التجربة الجميلة. وأكيد هذا يرجع في الفضل حق الأستاذ عبد الله عبد الرسول. نعم. هو اللي رشحني حق العمل للكتاب أول شيء، وهم أعطاني مهمة البحث التاريخي. الأمر أخذ من جهد كبير، يمكن قريب 2 سنين نبحث عن المعلومات. واللي عرضناه هذا يمكن 10% من اللي لقيناه. الله. يعني حرام، عندنا التاريخ وإرث كبير. يعني الواحد وجوده يعرض كل سنة بالأعمال هذه. صح. والعمل الحمد لله حقق نجاح كبير، لأن في معلومات غريبة عن الشعب الكويتي. اكتشفناها وحطيناها كمحور السدرة. نعم. سدرة العشاق. لا هي كانت فكانت رمزية أكثر حق الكويت. الله. أستاذ محمد، أنت خريج معهد عالي الفنون المسرحية. نعم.
منو من الشباب يعني اللي كانوا في دفعتك وأيضا مميزين مثلك وتميزوا وكل واحد أخذ طريقه؟ لأن المعهد هذا جمع مبدعين، جمع نجوم صراحة. معهد نقلب حياتي أكيد، ونقلب حياة أي فنان بالوسط الفني. جمعنا كلنا وأعطانا حافز وأعطانا هذا الاحتكاك. أغلبهم والله اشتغلت وياهم ولا زلت يعني وياهم. عندك أخوي فيصل عميري، أخوي فيصل العبيد، وعندك كثيرين يعني. بأنسى أسامي كثيرة بس يمكن هذول أقرب للناس لي يعني. إن استمرينا وهذا ضمن الخط المسرحي يعني ويا بعض. تبارك الرحمن، وهذا شيء جميل الأمانة. وأيضا أقول لك شيء، هنروح فاصل ونرجع. تجربتك أيضا في المسرح الأكاديمي، كلمنا عن التجربة اللي حصلت فيها على أفضل عمل. يمكن تجارب هذه خذيتها يمكن على مراحل. بداية يعني أكيد من المعهد، احتكاك بالدكاترة واحتكاك بالوسط الفني شوي شوي. يمكن أعطاني شوي نوع من التحدي، إن أبي أوصل حق مرحلة إني أبي أثبت فيها وجودي. والحمد لله أول عمل خذيت فيه أفضل ديكور مسرحي كان مسرحية رجال الأنابيب سنة 2000، واستمرت يعني الأعمال. الله. وبالنسبة حق هالكتاب الجميل، إيه هذا ميلاد غريب. ميلاد غريب، أنا حضرت العرض. إيه نعم. للأمانة. وأيضا سهد. حتى فكرة الكتاب فيها فن. شلون كذي؟ شلون كتبت بالطريقة هذه؟ الأمانة الله يعطيك العافية. كلمنا عن ميلاد غريب. ميلاد غريب يمكن هو مولودي الأول حق الساحة كمؤلف يعني. فشيدي سميتها ميلاد غريب؟ هو اسمها ميلاد غريب، بس طبعا هي حدوتة شوية قريبة مني كثير. يعني هي قصة شوية خذت مني أنا شخصيا. أوكي، فطلعت وياي يمكن ب 2017 2018. الحمد لله حققت فيها أفضل تأليف. داخل الكويت وخارج الكويت؟ داخل الكويت. لا، ما عرضتها خارج الكويت؟ ما حالفني الحظ يعني. طيب، مسرحية سهد كلمنا عنها. سهد عقبها بسنة يمكن يعني اتصال من مسرح الشباب إن محتاجين عمل هذا، وكان عندي فكرة عمل سهد. هو تكلم عن أقصى أنواع الأرق وش الإنسان اللي هو السهد. إنزين أنا بايقة الكتاب الحين، راح أبوق الكتاب. أي صقت العمل بطريقة. منو مثلتها؟ يوسف البغلي، عبد العزيز البهبهاني، حنان المهدي، خالد الثويني، وكانت إخراج دكتور عبد الله عابر. الله. أي. يعني هذه كوكبة جميلة. وأيضا نوجه تحية حق دكتور عبد الله العابر. أكيد من الشخصيات الجميلة والشخصيات اللي يعني أيضا له بصمة كبيرة في المسرح ونجاح المسرح، وأكاديمي رائع صراحة. نروح فاصل ونرجع لك. تأليف مسرحية بيونيلا مهرجان الكويت المسرحي، هذا العمل مميز، كلمنا عنه. هي تأليف وإخراج. زين، وهو أول عمل إخراج لي. الأمانة كان هو أساساً تأليف فقط، وكنت راح أقدم حق أحد الزملاء إنه يخرج أو شيء. نعم. لكن حكم إني أنا يمكن قاري كثير أو كاتبه متعمق كثير فيه، وشرحت فيه حق أكثر من زميل. قالوا لي أنت شايفه كله، أنت أخرجته كله خلاص، يعني أنت كاتبه يعني جاهز يعني بعدين حكم الحين خبرتك. يعني أنا بديت بال 94 إلى 2024، هذه حقبة 30 سنة أعتقد. يعني هذا وقت أن أقدم عمل من إخراجي،
فكانت هذه بدايتي بالإخراج. طيب هل شاركت في عمل مسرحي؟ مثلت في أكاديمي طبعا، مثلوا في الكويت أحلى تمثيل خارج الكويت؟ هل حصلتوا على جوائز خارجية؟ شاركنا في أعمال، يعني يمكن إحنا نشتغل كجروب، أوكي. جروبنا يمكن أخذ خط مختلف عن كل المسارح. هذا يمكن أعطانا شوي دعم للمشاركات الخارجية، والحمد لله كان لنا السبق أن نحقق أفضل عرض عربي يمكن سنة 2015 مساعد استاد الصمت إخراج فيصل العميري. وكثير يعني حققنا في جوائز في الأردن، وحققنا في الجزائر كمشاركات، والحمد لله يعني تبارك الرحمن. طيب التجربة الرائعة محيط الأرض، هذه التجربة الجميلة اللي تقدمت أيضا على مسرح مركز الشيخ جابر الثقافي، كلمنا عن هذه المسرحية. محيط الأرض هي الحقت سدرة اللؤلؤ. كان عندنا كم من المعلومات كثيرة، احنا مثل ما قلت لك احنا في شغلات ما عطيناها. عندنا عدد كبير من المعلومات، محتاجين نقدم عمل يتفوق بعد على سدرة اللؤلؤ، وهذا حافزنا احنا كل مرة يعني نقدم عمل ونبي أفضل منه. تبارك الرحمن. وهم هذا خذ شوية يعني صياغة وجهد من الوقت عشان نقدم هذا العمل. طيب نرجع الحين حق التأليف التلفزيوني. مؤخرا على شاشة تلفزيون الكويت، الشاشة اللي دائما تجمع الفنانين ودائما احتضنتنا كلنا الأمانة، نحط لك عمل السيرك للنجوم أيضا، الأستاذ داود حسين، أستاذ حسن البلام، أستاذ عزيز النصار، فهد البناي، محمد رمضان، نوف السلطان، إن شاء الله ما يحضرني إني أنسى أسامي، والنعم بالكل والجميع. اللي ونسني بهالعمل، أنا أتكلم من وجهة نظر عيني أنا كمشاهد. أول شيء الألوان الديكور، وأحس إن هذه الألوان لها أبعاد عندك إنزين، بالإضافة إلى الأزياء، بالإضافة إلى التأليف. وأيضا كمان مشاركك في التأليف هنا القلاف والنعم. يعني كلمنا عن هذه التجربة، وشون أيضا شفت التعامل مع أيضا الفنانين الكبار. التعامل هو أكيد التعامل مسبق، يعني أنا اشتغلت ويا أستاذ داود حسين وحسن بلام من يمكن 22 سنة، يعني اشتغلنا قرقيعان أنا وياكم. أنت ويانا قرقيعان، كنت إرهابيات اشتغلنا في داوديات، علاقته يمكن أنا جيت من إرهابيات فوق. أوكي. أي اشتغلت وياهم. نعم. فحكم علاقتي فيهم وعرفت أسلوب التعامل، عرفت شو يحبون أو شو الشيء الأفشات اللي لاقت لهم يعني. يعني الواحد يعرف شو يزرع لهم بالنص. كان عندي فكرة السيرك هذه مكتوبة من زمان كفكرة. شو صار من استوى يمكن حطيت بحيز إنه عندي حسن وداود حجمين كبار، يعني ممثلين اثنين كبار، فشلون نصيغهم في عمل واحد. وكان عندي سيرك كصياغ، كان عندي شخصية واحدة كبيرة، شلون يعني أتحدى نفسي وأخلق دور حق داود. والحمد لله طلعت وياي هذه التوليفة، إنه في عنصر عسكري وعندي صاحب السيرك، وهذا الصراع الحميد اللي بينهم يعني. لا مواقف. أنا أستانس لما أشوف العمل، وأيضا كل المبدعين والشباب أسأل الله يوفقهم، وإن شاء الله لك يعني أكيد تصير في مشاركات لك ثانية إن شاء الله يا رب، وما توقف أكيد. يعني إحنا نبي المشاركات هذه تزيد أكثر. محمد الرباح أنت أيضا شخصية جميلة، يعني قدمت أيضا لوزارة الإعلام، قدمت الأعمال الجميلة، وكل المسؤولين لهم ثقة فيك إنك قدمت أشياء جميلة، والحمد لله، وإحنا كلنا فخورين فيك. كلمنا عن هذه التجربة العملية لك أنت يعني كوزارة. تلفزيون الكويت
هو بيتي يمكن رويت فيه أكثر من رويت عند أهلي. يعني حاليا أنا يمكن كملت خدمتي 28 سنة ما شاء الله. في تلفزيون الكويت، واحتكيت بكثير من المسؤولين والمخرجين والفنانين. اشتغلت كثير من الأعمال، يمكن بديت من الصفر كنجار. اشتغلت بعمل زمان السكافي الله كنجار. زين اي كنتوا مجموعة شباب اي صغار وهذا، فشاركت حتى يعني فخور فيه انه حتى لا اسمي نازل ولا شيء، بس انا حاب العمل اني انا بشتغل بهذا العمل. وللحين تذكر المكان او الورشه اللي تقدر اللي هو تشتغل ورشه فيها؟ اشتغلت فيها وزاره الاعلام. اي فهي هذه مراحل الحياه بدت وياي. كان نجار كذا منفذ، عقبها مصمم، والحين الحمد لله رئيس قسم. بس صراحه شيء جميل يعني، وايضا انا استانس لما اشوفك ايضا محكم. نعم. اللي يعني لك ايضا في التحكيم في المسرح في ايام الشباب او مهرجان المسرح بشكل عام. يعني برافو ان احنا نشوف هذه الطاقه والابداعيه منك يا استاذ محمد. استاذ محمد، انا ودي اتكلم عن جانب مشاركتك في تحكيم مهرجانات ايام الشباب للمسرح. يعني هذه يمكن ثقه كبيره يعني اعطوني اياها، وهم هذا شوي ضغط علينا. الحمد لله اوكي اصلا رحت محكم حق عروض مسرحيه، اكيد هذا فخر لي. وهم اكيد حمل ان شلون انقل تجربتي واشوف حق تجارب الشباب هذه شلون. فالحمد لله توفقت بمهرجانين حكمت فيهم، وكان اعطاء لجنه التحكيم. يمكن كنا على قلب واحد يعني، فالحمد لله توفقت فيها. ما شاء الله تبارك الرحمن. حكمت في مسرحياتك ولا لا؟ لا أكيد ما يصير نحكم. أتوقع يعني بالمهرجان توقف ورا تخاف. للأمانة على فكرة عن عروضي كلها اللي اشتغلتها أوقف في الكالوس ما أشوفها. ليش؟ يمكن العام الوحيد اللي يمكن حضرته شفته كامل بيرن لك، أنا بالكنترول يعني، بس العام الوحيد. شعورك لما تسمع التصفيق، لما تسمع التحكيم أيضا، أو المؤتمر الصحفي اللي يصير مثلا يعني ورا العرض؟ هذا مرعب أكيد. أقصفوك شيء مرعب. الحمد لله يعني القصف أكيد لصالحي يعني. أكيد قصف أكيد لصالحي، أكيد بناء. والله شوف أنا الكل يمكن يعرفني مشتغل وياه، أنا أحب الكالوس يعني، أعشق الكالوس يعني. حتى أعمال اللي اشتغلت فيها تأليف، أنا تأليف تخيل يعني، حتى لا ديكور ولا شيء، قاعد بالكالوس. روح الكالوس هذه حلوة، أنا أحبها. العموم متوتر ولويا وهذا شوي متواطي ويدهم تتحرك وخايفين، أنا أحب هذا الجو صراحة. يعني الكالوس بعد يحمل أسرار كثيرة يعني، والحالة النفسية اللي الفنان يعيشها قبل لا يطلع للناس ويعيش شخصية يعني ثانية أمام الناس. بالنسبة حق الكواليس، تقدر تستذكر مواقف معينة جمعت بينك وبين ستاف العمل يعني؟ والله عندي أهم كالوس وقفت فيه حياتي يعني، هذا ما يتكرر يعني. مسرحية جنون البشر. أنا معاك. أي أنا معاك. أنا واقف في الكالوس، أنا يمي اللي واقفين يمي سعد الفري، أستاذ كبير سعد الفري الله يرحمه، خالد النفيسي، عبد الرحمن عاقل، محمد المنصور، سعاد عبد الله، كنعان حمد الله يرحمه. أذكر بعد مريم الصباح صالح، كلنا كنا في كالوس واحد. يعني كان حجمي صغير أمام هذول العمالقة، بس هذا كان شوي رعب. أيضا كان المخرج رحمة الله عليه فؤاد الشطي. يعني أنت شو تقول يعني؟ يعني هذا العمل هذا ما أنساه. أنت ما تنساه وأنا ما أنساه. شو مثلت وياهم. بعد شوي بوريك صورة أو لا، بحط صورة لي وأنا مع رحمة الله عليه الأستاذ خالد النفيسي، الله يرحمه، من ضمن المسرحية نفس جنون البشر. عرضنا يوم واحد بس الرعب يعني، والخشبة كانت مو سهلة يعني. أي سنة كانت محمد؟ هذا 97. أفكرها لما 97. يا الله الحمد لله إن إحنا سوينا شيء حلو ومميز أيضا أكيد يخدم الكويت. وأيضا فخورين إحنا وقفنا
أمام القامات الفنية اللي إحنا وقفنا وياهم. فهذا أكثر شيء ما حد طفرك كذي بالكواليس. هذه واردة كثير يعني. كارلوس احنا اوكي ممكن نقول على متوترين وهذا، وكل واحد حافظ مكانه. في اعمال التقينا يمكن اغلبنا يمكن مهندسين ديكور زين، والحمد لله لنا اسامينا واقفين كارلوس حق واحد من الزملاء. هذا يمكن احنا نوصل هذه فيها رسالة حق الكل ان احنا نشتغل ويا بعض كلنا. طبعا روح العمل، حب العمل، السمعة الطيبة، يعني هذا الشيء اللي توصل الإنسان إلى النجاح أكثر وأكثر. وأنت أصلا يعني لك بالسمعة الطيبة، لك بروح العمل، وأيضا الكل يحترمك ويقدرك في مجال العمل أيضا أو على المستوى الإنساني. تستاهل كل خير يا أستاذ محمد. كأس الأمير الله يحفظه ويطول بعمره، كلمنا عن فكرة تصميم كأس الأمير. كأس الأمير يمكن أنا ارتباطي فيه ارتباط رياضي أول شيء. يعني لك بالرياضة أكثر. أنا كنت لاعب نادي القادسية سابقا. نعم. ويمكن ظروفي وقفت لهني وما كملت. بس لي يعني أتابع كثير حق نادي القادسية وكذي اليومنا هذا. ما شاء الله. إنزين. أنا أعرف وياك. يمكن سبحان الله لما حطوا إعلان حق تصميم جديد حق الكأس. الحمد لله حالفني الحظ إن يكون أنا الاختيار. الله، شيء جميل. هذا التصميم. الرعب والرهبة. والله أكيد يعني هذا الكأس الحين استمر من 2018 أو 2019 إلى يومنا هذا، أو هذا نفس الكأس ما تغير. أمر على أكثر من نادي على أكثر من سنة. الحمد لله لازم نستمر يعني. تستاهل كل خير يا أستاذ محمد، وإحنا دائما نتمنى لك التوفيق والنجاح، ودائما نشوف نفسنا كلنا نتعاون، روح العمل واحد والمحبة ونحط أفكارنا الحلو فيك يا أستاذ محمد، إن تدرس أجيال تحتك، بالإضافة إنك أنت ما تكون إنسان يعني يبخل بمعلومة حق أي شخص يكون محتاج مثلا المساعدة من ناحية الجوانب الفنية اللي أنت قاعد تقدمها. هذه يمكن خذناها من اللي علمونا. يعني إحنا ربينا على الأستاذ موسى عارتي. الله، دكتور موسى عارتي، تحية أستاذنا الكبير يعني. دكتور عنبر وليد، أستاذ نجف جمال، هذول الرجال الكبير ايوه، ودكتور نبيل الفيلجاوي، حتى زميل فيصل العبيد. على فكره انا اخذت منه كثير والله العظيم. يعني في بداياتي هذا بيدي وعلمني ما شاء الله، ولا زلنا احنا زملاء ونشتغل ويا بعض. فيا جيل عقبنا هذا يمسك المسير ويكمل، ويا اجيال هم بعد ورانا وتكمل. هذه الحياه يعني ان شاء الله. بالعكس يعني أجيال وراء أجيال. أحد عيش على حلمنا. وبالعكس إن شاء الله دائما تقدم الأفضل والجميل لك. والحين أكيد في صدد تحضير عمل مسرحي أو تلفزيوني الحين. الاثنين إن شاء الله. الاثنين إن شاء الله. ما نبي نقول الفكرة عشان لا نحرق الدنيا، لكن أمانة نتمنى لك كل التوفيق والنجاح ومزيدا من العطاء. وإذا حاب تقول كلمة أخيرة تفضل. أول شيء مشكور على هذا اللقاء، الأمانة وايد ارتحت بالقعدة، وحتى أسلوب الأسئلة وايد حلو. أعطاني شوية. بالعكس تستاهل كل خير، وهذا تكريم بسيط منا لك للأمانة. ما قصرت. شنو حاب تقول حق الوزارة اللي أنت أيضا خدمت فيها؟ الوزارة لازلت يعني أخدم وراح أخدم فيها إن شاء الله. تستاهل كل خير ومحبة، وإحنا كلنا ثقة فيك إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك.